في أنحاء العالم. صباح الخير. لا أنا قلت أنا طالع، ما حدش بقى يقول لي إن هو نام. لو نمت هقوم قافل اللايف وقايم مروح. أنا مصدق يعني، قلت أهو بس عشان انتوا عارفين بقى من الآخر يعني. من الآخر من الآخر من الآخر. يا صباح الخير. ترارارارا. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده يوم السكر العالمي. يوم السكر العالمي. فاحنا قلنا ما ينفعش يوم السكر يعدي من غير ما اقابلكم، خاصة ان انا بقيت رمز من الرموز. يوم السكر. ماشي، رمز من رموز يوم السكر. ازيك يا حسين يا كامل؟ ازيك يا جيجي؟ احمد حمدي، ميرسي يا حمدي على ال حمدي، ميرسي على الفيديوهات. انا بشكرك. تامر باز صباح الخير. مريم بالحاج صباح الخير. ازيك يا حسونه؟ الامانه وصلت يا حمدي. انا بشكر احمد حمدي يا جماعه. الراجل زار سمع ان اللايفات بتاعتي ضاعت، ف كتر خيره، لقيته جايب لي فلاشه وساب لي الفلاشه مع السكرتيره وساب ورقه. انا قلت ده مين ده حد ماسك عليا صور ده ولا ايه ده؟ فاهم؟ قلت حد ماسك عليا زله وساب لي ورقه. عارف احنا عصابه القط الاسود. خلي الدكتور يشوف الفلاشه ويكلمني على الرقم ده. سهير كامل بتقولك دمياط كلها معاك. واضحه. صباح الخير. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كنت هتكتب سيدياتك عندنا، قلت مين؟ احمد حمدي. احمد حمدي ورقم تليفون. وبعدين بقى ازيك يا صباح؟ صباح الخير يا صباح. شكرا يا حسين. ازيك يا قطيط؟ لا والله التلفزيون ما خدنيش ولا حاجه يا باشا، انا كنت بس يعني مريح شويه يعني، برضه باخد هدنه انا يعني، وقت مع نفسي بقى يعني. فاهم؟ وبعدين عشان انتوا ما تزهقوش مني. انت فاهم يعني، ما تزهقوش مني يعني. ابكي. ابكي يا احمد. زي في واحده دخلت تشتمني بتقول كلامك كله غلط، اسم الاكونت بتاعها اسمه سلفى عمري. تخيل انسان يوم ما حب يسمي نفسه في العالم الافتراضي. ازيك يا ساره السيد؟ صباح الخير. ازيك يا دكتوره ساره؟ ازيك علاء يا قصاص؟ تسمي نفسها سلفى عمرها. اسمها سلفى عمري. فلسفتها غريبه قوي يعني. تخيل واحد سالف عمره. عارف يعني ايه؟ شكرا يا مريت. ازيك يا نبيل؟ نبيل بيقول يا دكتور عايزين ناكل ارجوك. استاذ عماد عبد الحميد، الموضوع عن ايه؟ الموضوع النهارده عن افتتاح المتحف المصري. هنتكلم النهارده على افتتاح المتحف المصري وعلاقة المتحف المصري بالتمثال ده، لان هم نسيوا التمثال ده عندي. دي قطعة، القطعة دي نسيوها عندي، فانا قلت اقول لكم عليها عشان اللي ما راحش المتحف يجي يشوف دي قبل ما يروح. يعني دي مش هتلاقيها هناك، دي بعد ما تخش القاعة على ايدك الشمال مش هتلاقيها، دي عندنا بس. يعني انت فاهم، دي هتلاقيها عندنا بس. تعالى شوفها عندي. انا قلت اقول لك يعني، ده لو انت عايز تتفرج اللايف لحد الاخر. موضوع اللايف ابيكي ايبيكي. ايه ده؟ اسم ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ انت روبوت؟ ابيكي احمد. ايه ابيكي احمد ده؟ ابيكي احمد. لا مش ابيكي احمد. غلط الاسامي دي غلط، مش صح. الاسامي دي غلط. غلط. بلا تركي بلا بقول لك ايه، انا ما بفهمش الكلام ده. انا راجل عربي عادي. اسم تركي. بلا ابيكي احمد بلا ابيكي هدى. ايه ده؟ تمثال اهو، عشان لو انت رحت المتحف ما لقيتوش.
ده الموضوع بتاع النهارده بس. اقصى مده لاستخدام الكورتيزون مفتوحه المده. ايوه بيكي محمود. حسونا انا مش شايفك على فكره، ده مش لايف يا حسونا اصلا، ده متسجل. فما تسالش اسئله في دلوقتي لان ده متسجل اصلا، ما تسالش اسئله دلوقتي خالص. فاهم يا حسونا؟ فده متسجل يا حسونا، افهم. ومش عارف اجاوبك يعني، انت هتسالني بس مش هبقى شايفك لان هو ده متسجل اصلا. فاهم؟ هاني فايد صباح الخير، عامل ايه؟ فانت دلوقتي انا بكلم دلوقتي مثلا هاني، بس ده قديم، انت سابقنا اصلا، انت قاعد قدام، انت فاهم؟ فانت بتشوفنا باثر رجعي. حسونا تسجيل، كل اللي شايفه ده اوهام. انا بنت يا دكتور، ابيكي طلع بنت. شفت بقى؟ حسونا ايوه ده تسجيل يا حبيبي. طارق انا بكلمه زمان، دلوقتي ده تسجيل عادي، تسجيل حي اهو. ازيك يا سامر؟ بص يا حسونا، الحياة عشان تكمل يا حبيبي لازم في ناس تزق ناس، يعني الناس تزق ناس، فانت ربنا خلقك ازقك بقى. فانا هزقك دلوقتي، انا بزقك حالا. ازيك يا ياسين عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا ايمان يا عاصي؟ حسونا بيقول انا تحت امرك يا دكتور مش ضدك. ما اسمع، انا معاك مش ضدك بقى، كان تحت امري. تحت امري ومش ضدي، ده انت خاين. تحت امري وضدي هتبقى ضدي، تبقى خاين. شكرا يا سامر، اشكرك يا حبيبي. نبعت حسونا ونس مغاورة يا سيدي، نبعت تونس مغاورة حسونا. هو عامة حسونا مونس نفسه يعني، لأن التهيؤات عنده مخلصة عليه. صباح الخير يا دكتور محمد عبد المنعم، صباح الخير. كتير عندنا التزموا نظام الطيبات وتعافوا بمعنى الكلمة ولله الحمد. أنت في أنهي ولاية يا ياسين؟ صباح الخير، ازيك يا سلوى يا صبري؟ شكرا يا سامر والله، انت قلت انت سكر كذا مرة عشان خاطر يوم السكر. ماشي. فضل أعشاب، دمك خفيف وذكي ورائع، تحية لك من العراق، أهلا وسهلا أهل العراق كله. أبيكي زي أيتم كده في النطق، يعني نقولها إزاي طيب يعني؟ أقول إيه فيطلع صح؟ وفاء صباح الخير. مين ميدو غالي ده؟ مين ميدو غالي اللي هرد عليه؟ والله هو البرنامج احنا عاملينه حضرتك عشان من الاخر كده يا استاذه ايمان العاصي، انا مش انا النهارده يعني لما بطلع برنامج انا بكسب ارض جديده، لكن انا خلاص يعني انا مش بنسبه حاجه يعني، وبعدين انا مش رايح اقول كل كلامي هناك، مش هينفع. اصل انا مش الدكتور مصطفى محمود فهقعد فهم هيفرشوا لي الارض ورد، لا يا باشا، ده مواعيد وقنوات بتلف وجو كده، فاهم يعني؟ انت في دالاس تكساس، حلوه قوي، حلوه قوي يا حبايبي، يا حبايبي بتوع تكساس. شفت الكلام وصل لحد تكساس يعني، انت فاهم؟ انت مش مستني قناه تشهرك يا باشا، خلاص انا رايح هناك يا باشا احط البصمه بس، لكن الكلام الاصلي هنا والعلم الاصلي بيتحكي هنا، ولا ايه يعني يا اخوانا؟ لا ده احنا دلوقتي بقى ورانا في مدارس طب شغاله يعني، انت فاهم يعني؟ في يعني دلوقتي بقى في قاعده شعبيه، بقى في يعني نتائج ضياء العوضي، فيا باشا اتحطت خلاص، نتائج هذا النظام اتحطت بقى. يعني زمان كانوا مثلا الناس بيهاجموني بس، لا دلوقتي بتسرق، فهمت يعني القصه؟ الفرق دلوقتي يعني اول ما ظهرت الخضار، ما خضار ازاي ما فيش؟ دلوقتي كله بيقول ما فيش خضار، كله بيقول ما فيش خضار، فاهم حاجه؟ ففي الاول بيقولوا لك الحق يا دكتور بيشتموك، النهارده لا الحق يا دكتور بياخدوا كلامك، فاهم يعني؟ انت فاهم فرق البيئه اتغيرت يعني، البيئه اللي حواليك اتغيرت.
انت فاهم؟ الهاري يبقى الناس تعرف تنتقده بقى. يعني يقول لك الدكتور ده شلاضيمه عامله كده ليه؟ ما اصل الناس اتمسخت. ازيك يا ضياء يا سيد؟ يعني ايه الناس اتمسخت؟ يعني حضرتك دلوقتي بقت تبص لوش الواحد من دول بخدوده دي، بالتصبغات اللي في جنابه هنا دي، فاهم؟ بتحت عينيه الباجز اللي تحت عينيه، بالسواد، بالتهدل، فتحسه انه ممسوخ وشعره زلح وقراع وايديه ليها شكل. فتبص عليه ايه ده؟ هو ده منظر واحد؟ لا يقول لك عجوز. مش عجوز ده يا باشا، ده ممسوخ. يعني ده مش عجوز، ده ممسوخ. فهم وصلوك انت تشوف المسخ عادي، يعني تشوف الاشكال دي فتبص عليهم فتحس ان انت ايه ده، الناس دي عاديه. اه يا باشا الناس دي عاديه اذا كان عاجبك. هو ده الشكل الجديد، يعني ده الموديل اللي نازل، اللي يعدي ال50 هو ده شكل امه كده، في تصبغات من هنا وخدوده ومدلدل كده، يعني هو ليه شكل. واسنانه بقى منهاره وحروف مخارج الحروف بتاعته تنهار، ويبدا يكلمك هو عامل كده، ويبدا يقول لك ايه؟ السكر ماله مضر، وايه تاني، ولازم نظبطه، وايه تالت، اصل السكر ده منظومه كبيره. يعني ايه؟ يعني دواء السكر يبقى دواء واحد ومضاعفاته 12 دواء، يعني همشي بايه يا دكتور؟ مش عارف تمشي بايه، بس يعني امنعوا السكر خالص في الكلام بس. والرياضة وشرب المية واكل الاخضر والسريس والجعضيد، وابعدوا عن السكريات اللي يا باشا. البقرة ما بتاكلش سكر، بتاكل اخضر. والنمر بياكل لحمة وبيشرب دم، والاتنين عندهم سكر في الدم. يعني هم عندهم سكر في الدم، يعني دي ما كلتش سكر، دي كلت حشائش، وده شرب دم وكل لحمة، والاتنين مستوى السكر زي بعض. وانا انسان في النص، انا انسان في النص. فممكن امشي شويه كده نباتي وشويه حيواني، انت فاهم؟ يعني انا بقى الانسان، يعني انت فاهم؟ شبهي فار برضو، بياكل زيي شويه خضار، شويه ايه، شويه لحمه. إيه، في حيوانات تانية كده، الخنزير برضو بظروفه، يعني ما هو في بري وفي انت فاهم؟ باشا لو سمحت افهم الكلام. في حيوانات مقترة، خنزير، بقرة، بتاع، بياكلوا خضار. بتاع التاني النمر والبتاع بياكل ده، بيشرب دم وبياكل لحم. انا بقى في النص، انا والفار بقى والقرد وظروفنا، والكلب ساعات، والقطه، يعني احنا بظروفنا يا باشا. خلاص. فاحنا الثلاثه الاربعه الاصناف دول عندنا ده سكر عادي في الدم واسيتون على فكره. يعني عندنا سكر واسيتون وال دي ال واتش دي ال. كل صاحب كبد، كل ما هو طيني الخلقه، كل ما هو عنده دم، يعني انحاره ينزل دم احمر، ده كله عنده جلوكوز عادي واسيتون واتش دي ال وال دي ال زينا يا باشا. صاحب كبد رطب، صاحب كبد رطب. فانا عمري مثلا يعني ما سمعت الاستاذه منال كشفت فلقيت عندها تسمم من الكلوروفيل من كتر اكل الخضار، ما جالهاش تسمم كلوروفيل ولا تسمم املاح معادن تقيله، ما حصلش. عارف ليه؟ عارف ليه يا باشا؟ عشان خاطر في النص يا باشا في كبده يا باشا. ما حصلش ان واحد كل جمبري لحد ما جاله تسمم فوسفور. انت دايما بتقيس السكر ليه بقى؟ لان السكر ده عمله الجسم نفسها، يعني عمله الجسم السكر، عمله الجسم السكر. يعني عمر ما واحد هياكل خضار لحد ما يجيله تسمم كلوروفيل، مفيش حاجه اسمها كده. هو هيتسد لحد ما يموت كده، ويقول لك سكره اللي موته. ايه ده؟ هو يا باشا ما كلش سكر، هو كل كلوروفيل. كل كلوروفيل وورق اخضر كبير كده من اللي حضرتك بتوصينا بيه لحد ما اتسد، فمات مسدود. لكن مفيش كلوروفيل هيزيد في دمه، ان شاء الله حتى ياكله كل يوم. ليه بقى؟ مش غريبه؟ جمبري كل يوم، مفيش فوسفور بيعلى في الدم. ليه يا باشا؟ ليه؟ واشمعنى السكر بس اللي انت مركز مع امه، وهو ليه علاقه بالسكر المأكول؟ ما تفهم بقى الفكره. يعني انا ده اللي انا عايز اقوله، فاهم؟ ايه مفيش دماغ؟ ما حصليش ليه تسمم فوسفور، ما حصليش ليه تسمم كالسيوم. مفيش حاجه اسمها شرب لبن لحد ما جاله تسمم في الكالسيوم. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده خالص، مفيش حاجه اسمها كده، استحاله.
انت دايما بتروح تبقى تقول له انت هو انت اكلت سكر؟ ما فيش مره ليه قلت له الفوسفور عالي؟ هو انت اكلت جمبري؟ ما حصلتش، ما سمعتهاش. انت رايح بتقيس حاجات معينه. انت بتقيس سكر، اسيتون، اتش دي ال، ال دي ال، دهون ثلاثيه، كرياتينين، يوريا، كلها تصنيعي. كل الحاجات دي تصنيعي. كل الحاجات دي ايه؟ تصنيعي. فهمت قصدي؟ تصنيع مين؟ تصنيع كبدي، وحياة كبدي وافراحه. ازيك يا عادل ابو زيد؟ انت فاهم؟ محمد زهير قطيط بيقول انت ساهمت في خفض الاسعار والتوست بقى غالي. طب كويس انت قلقت تاكل اصلا، لان انت دلوقتي بتتسم. يعني انت الجيل اللي بعديك مش هيلاقي حاجه ياكلها. يعني الجيل اللي بعديك لو بتوع التوست قفلوا ما عندوش غير رز بس، وهيعيش على طبق رز بس. يعني الجيل اللي بعديك يا قطيط، لو الناس ما قامتش واتحركت ودوروا على حاجتها واكلوا بهايمهم اكل نظيف، وبطلوا المخصبات وبطلوا المبيدات، بطلوا المبيدات، هيموتوا، مش هيلاقوا حاجه ياكلوها. انت فاهم حاجه؟ يعني انت ما تفكرش انت بقى وتعمل لي فيها خبير. انت بقى تقول لي اصل مش عارف ايه هيحصل ايه. لا يا باشا، انت بتتسم والتوست بقى غالي. كويس انت بتاكل حاجه دغري وسكه كده. قول الحمد لله ان اصحاب ريتش بيك دول لسه صاحيين وعايشين، وبتوع المخابز بتوع المخابز الكويتيه دول ناس محترمين برضه. بتوع المخابز الكويتيه، المطاحن، بيعملوا توست ممتاز. وغلاوه توت عنخ زعبوط قطوط، وغلاوه توت عنخ قطوط. جوجا بتقول نفسي اخس. خسي خسي، اقعدي ادعي 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 في ليله القدر. بص، اسلام حجاب بيقول نعمل حمله مقاطعه بشكل واسع. ما تعمل يا باشا، وانا قاطعت. ما تقاطع، انا مقاطع كل حاجه. انا عن نفسي مقاطع. انا قعدت 5-6 ايام اكل توست في زيت ذره وتوست وجبنه مثلثات بس. تعرف تعمل كده انت 5 ايام وصايم بقى؟ يعني انا صايم، اصوم عشان خاطر موضوع عيني ده. صايم صايم صايم. هو اسمه توست المخابز الكويتيه. ايه اللي اسمه توست المخابز الكويتيه؟ شركه المخابز الكويتيه لصناعات الاسمنت. شركه المخابز الكويتيه لصناعات الاسمنت. ده الاسم على بعضه. يعني لو انت عايز الاسم على بعضه يا استاذه منال فروم جده. شركه المخابز الكويتيه لصناعات الاسمنت و سيخ الحديد. سيخ الحديد الاحمر. حسونا كاتب هو انا تعليقي ظاهر؟ لا، هو لسه هيظهر بقى. ما احنا قلنا ده مسجل يا ابني. لسه هيظهر بقى واحنا بنتفرج عليه بقى في الاعاده. لكن هو مش ظاهر. لا، احنا مش محدش شايفك يا حسون خالص. الكوبايات ماشيه، المثلثات ماشيه. فاهم يا حسونه؟ فاحنا هنشوف الكومنت بتاعك مش ظاهر دلوقتي. احنا مش شايفينك كلنا لان انت خارق. انت خارق. انت سابق اصلا. انت قاعد قدام واحنا جايين لك من ورا. فاهم؟ هل الرز ليه علاقة بزيادة أو خسارة الوزن؟ السؤال مش مفهوم. يعني إيه؟ يعني إيه الرز ليه علاقة بزيادة وخسارة الوزن؟ طب أنا هقول لكم حاجة على الوزن النهاردة. يعني هقول لكم حاجة على الوزن تعجبكم قوي. يعني بص، كلمة تحطها حلقة مطرح ما تحطها. بص، أوريك حاجة بس يا رب تبان. يعني حاجة يا رب تبان. حسونا مش لاقي فلوس يشرب سيجاره. سيجاره ايه اللي شاربها؟ حسونا مع معاذ انت حسونا شايفه بتقول شارب سيجاره مأخره الزمن عنده. معهوش فلوس يشرب سجاير اصلا. حسونا مقضيها على ريحه الشراب. فاهم؟ يعني اصل عشان يشرب سيجاره ده محتاج فلوس. فحسونا مفيش يابا. ده على الابيض. ده مش عارف هو احنا النهارده يوم ايه. فده على الابيض يا حبيبي. بص، انت دي مش هتعرف دي اشعه ايه دي. يعني بص، بص الكبد اهو. ها، بص هنا الامعاء بالقولون منفخ ازاي. بص منفخ ازاي. بس شايف التنفيخات دي. بص دي تنفيخات. شايف التنفيخات دي.
التنفيخات دي انت لو شفتها من قريب عامله حاجه زي فلويد ليفلز كده. يعني بص، شايف التنفيخات دي تنفيخات. شايف التنفيخه دي الكور دي السوداء دي، شايفها؟ ما دي امعاء منفوخه فيها انسداد جزئي. يعني ايه انسداد جزئي؟ يعني لا مفيش ورقه، لا ما تتحطش ورقه بيضاء. ورقه بيضاء مش هتبين حاجه. انت عايز تشوف النور، ورقه بيضاء هتغطيها. هي عايزه تتشاف كده بس، عشان هي النقط السوداء دي. شايف الكور دي امعاء منفوخه وقولون منفوخ، نفس القصه اهي. امعاء منفوخه. الكور دي هي المفروض ما تبقاش شكلها كده اصلا. دي اهي، شايفها؟ اهي. هو الكبد الناحيه دي، واهو دي. والحجاب الحاجز مرفوع ودايس على القلب اهو. القلب فوق اهو، والحجاب الحاجز مرفوع اهو كده، وزائق القلب فوق اهو. الحجاب الحاجز مزقوق وزائق القلب اهو. ودي الكور دي. بص بقى حضرتك، تخيل انت بطنك فيها 8 متر امعاء. يعني 8 متر امعاء. ال 8 متر امعاء دول مسدودين على مراحل متعدده ومرخيين، فمالين ايه؟ ميه. السودو اوبستراكشن. تامر الباز بيقول سودو اوبستراكشن. يعني ايه سودو اوبستراكشن؟ يعني مسدوده او شبه انسداد يعني. فتلاقيها فيها فلويد ليفلز، فتلاقي كل كلكوعه من دول فيها ميه ومحبوسه بجاز، ميه ومحبوسه بجاز. ما هو انسداد يا باشا. فانت عامل تيوب مليانه ميه. دي يا باشا لوحدها وزنها 6 متر 7 متر امعاء، مع قولون داخل في 8 متر، مع معده مليانين ميه مع هواء. مليانين ايه؟ ميه مع هواء. بطن حضرتك لوحدها دي فيها 6 كيلو ميه بس. 6 كيلو ميه بس. يعني انت لو مشيت على النظام ده اسبوع، بطنك فضيت فيه 6 كيلو نزلوا يا باشا. 6 كيلو ميه كانوا محبوسين في كرشك. وانت بتقول بطني انا بحوش ميه. لا، انت محوشها في كرشك، وميه بتتجدد لان انت عمال تعمل ايه؟ تخمر بتفوق الامتصاص. وميه معفنه بقى، ميه راكده، ميه آسنه. عارف ايه ميه آسنه؟ ميه ما فيهاش irrigation. ولا لسه؟ الاستاذ بيقول محتاجين نشوفك في مناظرات مع دكاتره متخصصه. يا باشا انا عارض $10,000 اللي يقف قدامي نص ساعه. تعرف سمعت الموضوع ده؟ $10,000 اللي يقف قدامي نص ساعه في المناظره بس، ويثبت حاجه. يعني نص ساعه، انا هديله نص ساعه يتكلم وانا نص ساعه اتكلم ب $10,000 لو عرف يرد عليا. فهمت يا باشا؟ بقى ما توجعش دماغي بقى. اللي عايز يناظر انا موجود يا باشا. ولعلمك انا ظاهر. يعني ايه؟ يعني ظاهر. يعني اللي مش عارفني عرفني. فاللي عايز يناظر يرفع ايده بدل ما يعمل على وش اكس زي الولد اللي عمل على وش اكس. هو ما يعرفش يعمل على نتنياهو اكس لمدة 6 ساعات على بروفايله. الولد ده عملها على وش انا. هو عايز يتشهر وانا شهرته. انا بحب اشهر الناس دي واطلعه معايا. يعني احب اطلعه معايا. ماشي يا حبيبي؟ فهمت قصدي ولا ايه؟ فيعني انا ظاهر وحاطط وهزيت الارض كده، وقلت لك اللهجه كلها العامه سكتت دغري وسكه. ماشي يا باشا؟ احنا قاعدين اهو، ما تقولش الكلام ده يا باشا. الفلوس موجوده واحنا مستنيين الناس. يا باشا $10,000 مش قليلين. يعني $10,000 مش قليلين. يعني يكون نفسه بس يبقى شاطر بقى ويعرف يطلع كده يذاكر. ما يطلعش يقول ايه؟ ازاي يقول الانسولين غلط؟ لا ما تطلعش تقول كده. ما تطلعش قول لي يا باشا انا معايا الدراسه الفلانيه بتقول. انا بقى عملت دراسه دلوقتي. يعني انا يا باشا انا نزلت الارض الواقع بدراسه راندمايز كنترولد ترايل معموله مالتي سنتر. يعني دي اعلى مستوى دراسات. راندمايز كنترولد ترايل. حلو. كله ماشي على نظام واحد. اللي انا بقوله. لا انا اتهاجمت. عبد العاطي كفته محدش هاجمه لان ده كان قصه سياسه. لكن انا اتهاجمت واتقفلت لي عيادتي ورجعوا تاني محدش عرف يعمل حاجه. نقطه. في فرق.
فانا حاطط دراسه وكرنت يعني شغاله دلوقتي. كرنت يعني ايه؟ يعني شغاله دلوقتي الدراسه دي. ومش فوق كده كرنت بس، ومالتي سنتر. مالتي سنتر يعني ايه؟ يعني شغاله دلوقتي، ومش هنا بس، مش ضياء العوضي بس اللي شغال بيها، وابو العطا شغال في كفر الشيخ، والولا اسمه ايه مش عارف شغال بيها سريع، وتامر الباس شغال بيها، وفي نيو جيرسي شغالين بيها، وفي كاليفورنيا شغالين بيها. حلو يا باشا؟ ده بايه؟ بنظريتي بس. هنشتغل بقى ولا ايه؟ اللي عنده رد يرد. 10000 دولار اه يا باشا، بس يقعد نص ساعه ويرد يقول حاجه، يعني مش يطلع يقول ايه الانسولين مهم لدخول الخليه، هقول له لا غلط. ما هو انا عايزه يرد يقول حاجه، ما هو ال10 بواكي دول مش رايحين كده يعني ال10 بواكي دول مش رايحين كده، مش هزار يعني. لا يقف يا باشا. والدراسه كرنت شغاله دلوقتي، الدراسه اللي انا عاملها وعملتها وجبت بيها نتائج. جبت نتائج في ايه؟ سرطان. جبت نتائج في ايه؟ في امراض مناعيه. جبت نتائج في ايه؟ جبت نتائج في كل حاجه. ما سبتش مرض ما جبتش فيه، حتى الارتخاء مفيش مرض ما جبتش فيه نتيجه. خلاص؟ اه صح، خدتني العافيه مع كل حاجه، بس يا باشا مفيش مرض ما عدتش فيه. خلاص؟ ما قفلناش باب نظريتي، ما اتقفلش على حد. لا مفيش حد بقولش عجاله، انا تاريخ يا باشا. انا الدكتور ضياء العوضي، يعني اللي وقف قدامي من كل دول ما عملش دراسه على السكر. انا اشرفت على دراسات، مش حتى مش شغلي لوحدي، ده انا اشرفت على دراسات وابحاث عدد شعر راسي على مضاعفات السكر بقى، وارتفاعه مع الجلطات، وارتفاعه من الالتهاب الرئوي، وحالات الصرع. يا باشا ضياء العوضي، انا تاريخ يا باشا. فهمت حاجه ولا لسه ما فهمتش حاجه؟ انا تاريخ. ماشي؟ فانا مش بتاع تغذيه، انا راجل استاذ رعايه مركزه وعلاج الم. دكتوراه من 2011، من قبل العيال دي ما تتولد كلها. 2011 ما كانش خد هو اعداديه. واشرفت بقى رسايل 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 رسايل. يا باشا عيب، عيب، عيب يا باشا، عيب. وال10 بواكي الخضر في جزمتي برضه دغري وسكه كده، بس احط عليه. وفي ناس في دماغي انا معينه عايز احط عليها، يعني هم عارفين نفسهم يعني. بس يالا اسمك بوج يالا، اماتني شوف مين اللي رباك يالا. ما حدش يقول ازعل من السجاير. اللي شايف السجاير غلط يقفل الفيديو دلوقتي. مش انت اللي تقول لي ايه الغلط، انا اللي بقول لك الصح والغلط. انت ما عندكش حاجه اصلا تعرفها، دغري وسكه كده. انت كل اللي تعرفه غلط هو طلع صح. افهم الصح بقى والغلط عندنا. ما تقوليش اصل السجاير حرام، اللي حرمها يشيل ذنبها، واللي قال مضره يثبت لنا ضررها. نقطه يا باشا. دينا محمد كانت تاكل مفاصل وام اس وخفت اهي، ما اهي معاكوا اهي، زميلتكم معاكوا اهي اهي في وسط الناس يا باشا. انا اما رحت اعمل برنامج، انا رايح بيكو، فرايح بتاريخي، مش رايح لسه هناك الناس تقول مين ضياء العوضي. لا يا باشا، انا النهارده بخش البيوت بقى في التلفزيون عشانكم برضه. الرساله لازم تكمل وتنتشر، وانا وراها، يا تخلص وتوصل يا اما انا هموت في النص. ما اصل انت اي الاجلين اقرب يعني انهي اجل اقرب؟ يا انا هموت، البت اللي عماله فرقتنا كل شويه، زيت الزيتون معانا، لو عدت السؤال تاني هعمل لك بلوك دلوقتي ومش هرد برضه. ده انت مستفزه قوي. ايه بيكي ايه بيكي ايه بيكي ايه بيكي؟ هعمل لك يعني خاطر عشان انت بنت؟ اقفلي بقى. فاللي شايف ان هو عنده يعني ايثكس هيعلمها لي، لا انا مش فاضي اتعلم منك حاجه خالص الصراحه، خالص. انت قاعد في حضرتي، يعني انت حضرتك قاعد في حضرتي. خلاص انا هعمل لك اهو. فحضرتي بقى ما توجعليش دماغي انت يعني خالص، مش مطلوب منك توجع لي دماغي خالص. السجاير مفيده، مش غلط، فمحدش يسال عليها تاني خالص.
خالص خالص، مش مصلحتك تسال عليها خالص خالص. شكرا. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا استاذ باهر ابو مازن حبيبي؟ انت ايه اللي مسهرك يا استاذ باهر؟ اه يا حبيبي يا باهر. ايوه اللي فاكره حضرتك، هو ادى ظهرك للقبله وقال لك صلي، فانت يا باشا جاي انا مستلمك بعد 100 سنه بيقول لك في مرض اسمه سكر. يعني ايه؟ يعني انا مستلم حضرتك ماشي، انا مستلم حضرتك وانت بتقول السكر غلط والملح غلط. يعني انا حضرتك انا عندي سكر وعندي املاح، يعني انا ايه اللي مين اللي خللني؟ يعني مين اللي حطني في دي؟ مين ده؟ عايز شويه ايه؟ دولارات؟ حاضر 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 يا ابو مازن، حاضر. ده سهله يا باشا، والله سهله، انا ما بحوشهمش يعني، ما انا بفكهم وبصرفهم عادي يعني. بس لا، العشرة بتوع الواد اللي هينظرني ده انا هسيبهم له. لا يا باشا، المفترض تتقبل النقد في حدود يا باشا، لو نقدك مبني على حاجه صح. انت ما عندكش حاجه صح، يعني انت ما عندكش حاجه صح. انت عندك السكر غلط والملح غلط والخضار صح والسجاير غلط، فانت في كل كلامك مش صح انت اصلا. يعني انا بقول لك انت مدي ظهرك للقبله ومعاك معايير، انت بتصلي صح، اركانك صح بتاع، بس يا باشا قبلتك مش صح. انت بص على بيت المقدس دلوقتي مش على الكعبه، فالقبله غلط. فهمت؟ فانت مش هتعطل في الحته معايا، هتعطل. مش السكر كتير غلط يا باشا، ما احنا هنعطل برضه. مش الملح، هتقف انت وتقول لي اليوريك اسيد فهتقف تنفخ لي في صدرك وانا هقول لك غلط. مش السجاير، الدراسات، ما انت راجع برضه بتقول الدراسات يا باشا، انت معاك دراسه؟ هل انا عايز حد من اللي طالعين دول يقول لي الدراسه اتعملت ازاي؟ قول لي آلية ضرر السكر على الخلايا والانسجه. قول لي، ما تقوليش بيلزق. يعني ايه سكر بيلزق؟ بيلزق فيقوم لامم تراب فتعطل المكنه. ايه ده؟ هو ما فيش يا باشا يعني فكره تانية؟ لا 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 لا، هو كده. السكر لما لزق على الاعصاب، فالاعصاب لمت تراب، فالاعصاب بقى قامت ايه؟ التراب، انت عارف بقى الاعصاب مع التراب مع البتاع، فحصل بقى ايه؟ الميالين لم نمل. لم نمل بقى، ما هو العسل ساح على قرطك، العسل الاسود، عسل اسود، عارف انت؟ الاستاذ نور رين، احنا مش بننتقد، احنا عايزين نفهم ليه السجاير مفيده. لا تقطعي كشف وتيجي تعرفي عندي بقى، يبقى جلستك عندي. السلام عليكم دكتور ضياء العوضي، اهلا وسهلا، انا جايه قطع كشف وحاجزه مستنيه ميعاد عشان اعرف فوائد السجاير. لكن هو ايه كل حاجه إيه؟ احنا عايزين نفهم، احنا بنستفيد، احنا جايين لا يا هو ام كلثوم ولا ايه؟ لا يا باشا مش كده، كده ابيوز، كده سوء استخدام. احمد زكريا يقول لك عايز اعدي عليك اشرب قهوه. حاضر. وتقعد في التكييف؟ يعني تشرب قهوه وتقعد في التكييف؟ الساده المسؤولين جم عندي في البيت واتعشوا، وبعد دراسات يا شوارب لمده اسبوعين جم عندي في القصر الجمهوري واتعشوا برضه. لا هو التفاصيل مهمه، التفاصيل مهمه، خاصه ان انتوا ناس واعيه. يعني حياه عمري امين. فيقول لك انت بتقول ايه؟ يقول لك يعني انت فهمت اللي قبل كده لما جاي عطلان؟ انت جيت عطلان دلوقتي؟ يعني دي الوحيده اللي ما فهمتهاش انت؟ مش فاهم يعني. لك اخر حته ما سمعتهاش بس. وحياة وانتوا شعب مهما عملت وحياة. ايوه الشركه الالمانيه هترش الاعصاب الطرفيه، لان النمل اتلم على بأمارة النمل اللي اتلم على الاعصاب الطرفيه. هنجيب الشركه الالمانيه ترش جوه، ورشينا احنا الفاكهه، فانت هتترش جوه وتترش بره، وهنرش المطبخ بتاعك. يعني احنا المبيدات هتتخللك. انت ناقصك مبيدات، انت ناقصك شويه مبيدات. يعني رجليك لسه ما اتشلتش، انت لسه رجليك ما اتشلتش،
انت ازاي ماشي برجلك سليمه لحد سن 45 ازاي؟ يعني ما بتعرجش ازاي؟ ما جالكش ولا مره جلطه في رجلك ولا في ايدك ولا عصب سابع؟ مش معقول، مش معقول خالص. بص يا باشا، انت هتعرف انها مش مضره لما اعمل قسطره لايف. انا موافق هعمل قسطره لايف، بس تتعمل في مستشفى بره مصر. يعني اعمل القسطره مثلا في الكويت، كويس، ويعملها لي دكتور كويتي برضه يعني عشان وتتصور لايف ويتفرجوا بقى على شراييني. ب- او اعملوها بعد الوفاه، يعني بعد ما اموت، بعد ما اموت روحوا شوفوا شراييني هتلاقوها كويسه. الحمد لله، يبقى انا كده سلمت الامان. انا موافق، انا هسيب ورقه بكشف على شرايين. خدوا قلبي كمان، خدوا مخي شرحوه عادي، شوفوا دماغي كان فيها حاجه. يعني الواد ده قبل ما يموت كان دماغه فيها حاجه، قلبه فيه حاجه، اتفرجوا يا عم اهو، انا موافق. بس لكن ما توجعليش دماغي بقى. اثبت لي ان انت كويس. طب اعمل لك، اعمل ايكو بالمجهود؟ عايز مني ايه؟ طيب انت عايز مني اثبت لك ازاي ان السجاير القرد بيتنطط ولا كلك تنطيط؟ القرد بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ ما تتعبوليش اعصابي بقى والنبي يا جماعه. مش كل شويه يقعد حد يتحداني وانا استغفر الله العظيم كده. انا هاخد عين وصباح صباح جمال بتقعد هنا عينيها مش تمام. صباح بتقعد تقر. عبد الرحمن نيازي، عايز تطلع معايا لايف؟ عايز تطلع لايف؟ طب خد اهو، اهو انا بعت لك ريكويست اهو. سبب الرائحه الكريهه في البول، اكيد واكل حاجه ريحتها كريهه. اصل البول ده عصاره الدم بتاعك، فدمك لو ريحته مش حلوه، يعني واكل اكله ريحتها مش حلوه، ريحه بولك هتبقى مش حلوه يعني، وعرقك هيبقى ريحته مش حلوه. فاهم حاجه؟ ولا انت لسه مش فاهم حاجه يا استاذ حامد؟ اهلا وسهلا. لا هتعلي صوتك بقى يا عبد الرحمن بيه. انت فتحت، انت معانا ولا ايه؟ انت شايفني؟ معاك يا ريس. صباح الخير. ايه ده انت بتتكلم؟ طب اتكلم بقى، قول لي حاجه. صباح الخير، صباح الخير. عامل ايه؟ والله كله تمام الحمد لله. زي الحمد حضرتك؟ لله. احنا ايه، انت فتحنا عليك في وقت مش مناسب ولا ايه؟ لا يا باشا كله تمام والله. كله حلو. كله تمام الحمد هو انت لله. ما جيتليش العياده يا دكتور عبد الرحمن صح؟ والله نفسي اجي ساعات. انت ما جيتليش صح؟ انت دخلت في الضلمه ليه؟ انت خفت؟ انت لا قلقان؟ لا انت في حد لا مراقبك؟ لا لا. طب عامل ايه؟ انت قفلت يا ابن الذين؟ قفل قفل اتمسك. يا باشا انا بص اقول لك على حاجه. انا دراستي فيها ميزه، دراستي اعلى فئه في الدراسات اللي هي الراندمايزد كنترولد ترايل، ركز معايا. ودراستي كرنت، يعني شغاله دلوقتي، يعني انت ممكن تجربها، يعني انت ممكن تجربها دلوقتي. رقم اتنين ده كده. رقم تلاته البرزنتيشن بتاعها بابليك. يعني ايه بابليك؟ يعني نتائجها بالدسكشن بمناقشتها بالحالات بتتناقش اونلاين على الهوا كده. يعني الراجل اللي طلع دلوقتي حالا معايا اللي هو عبد الرحمن نيازي اللي طلع حالا ده دلوقتي، الراجل ده عن نظام من غير ما يقعد معايا وما شفتوش. عايز اكتر من كده؟ فما تهريش بقى. يعني دراسه علنيه، مش جات لك بنتيجه خد النتيجه اهي. لا يا باشا، ده الدراسه شغاله والنتائج المقدمه واصله لك والحالات على عينك يا تاجر دلوقتي. وينفع تجرب تاني وتالت ورابع. ده المنهج التجريبي. لو سمعت عن حاجه اسمها منهج تجريبي خلصنا. والدليل الناس اللي بتكتر. ضياء العوضي يا باشا ما بقاش واحد، ضياء العوضي بقى جمهور. فاهم حاجه ولا ايه؟ بقى ناس، بقى نتائج. فهمت ولا لسه الرؤيه مش واضحه؟ عبد الرحمن اتكسف، عبد الرحمن نيازي اتكسف. ما تزعلش يا نيازي، ما تزعلش يا نيازي.
يا باشا وزن حضرتك لا يعني ليه شيئا. انت لو عندك شويه انسداد امعاء هتحوش ميه في قولونك وفي معدتك وفي امعائك توزن الميه. انا كرشي معبي ميه زي الميه اللي حوالين البيبي، الميه اللي حوالين البيبي دي بتوزن لانها ميه، الميه ثقيله، لكن العضلات اخف من الميه لان فيها فات وفيها نشا، فتيجي العضلات اخف من الميه، والعظم اخف من العضلات، والفات اخف من العظم. يعني الفات الدهون اقل نسبه ميه فاخفهم، يعني الفات تعوم على وش الميه، العضله هتعوم على وش الميه، لكن الميه هي اللي هتشيل كله، هي تشيل جسمك كله، فانت جسمك يتشال كده. فالميه تقيله هي دي اللي بتوزنك. انت لو 80 كيلو 80 كيلو منك بالظبط الميه تقريبا 50 لتر منك، من ال 80 كيلو 50 لتر ميه. وقد ايه ميه صافي ميه صافي بتاعت الانترستيشيم 30 لتر. 30 كيلو منك ميه من ال 80، 30 كيلو ميه بس، ميه فاضي، والباقي ميه داخله في حاجات، داخله في عظم، داخله في عضلات، داخله في مخ. لكن ميه انا دماغي حواليها ميه عشان ما تقلقش. ازيك يا اسماعيل عامل ايه؟ فكرني باسمك والنبي يا اسماعيل عشان انا نسيت. دماغي حواليها ميه، النخاع الشوكي حوالين ميه، ايدي ورجلي في المفاصل حواليها ميه، زلال ميه. كرشك مليان ميه صرف بقى، كرشك مليان ميه صرف. يعني ايه مليان ميه صرف؟ يعني 8 متر لو اتسدوا كل ده يا باشا اتملى فوقيه بقى ليفلز ميه وغازات. فكرش حضرتك مرتاح في 5 كيلو ميه. لو مشيت على نظام 3 ايام ال 5 كيلو دول ينزلوا على طول. فما تيجي تقول لي نزلت وزن يا باشا، انت نزلت وزن من كرشك. بعد كده وزنك بيثبت. ليه؟ لان جسمك بيتشكل، عضلاتك بتتقل، عظمك بيتقل، والميه بتتوزع صح في جسمك، والدهون بتتنحت. الدهون على النظام بتتنحت، فانت بترسم جسم، والعضلات بتاخد وضعيتها، والاوتار بتاخد وضعيتها، والعظم بياخد وضعيته. الدهون يا باشا بتترسم بقى. الايه الدهون ايه بتترسم. الرابع بيقول لك شعرك من غير صبغه احسن. ميرسي، بس التصوير بقى بيحتاج شعر غامق شويه عشان انت في ظهرك في اضاءه قويه، فالاضاءه قويه مع الشعر الفضي ده بتضايق. فهمت؟ الجلد بيشد طبعا لان حضرتك ماشي، حضرتك الجلد لما يشد كنت الكولاجين اتفرد كده، الكولاجين اتشد والتوزيع الدهون فوقيه وتحتيه اترسم. فهمت الفكره؟ ده شغل رباني، شغل هرمونات، شغل غده نخاميه مع درقيه مع كظريه. تناسق بقى انا ماليش علاقه بيه، انا بظبطك على القبله الصح. امنع سموم، امنع اكل يعمل انسداد معوي، امنع اكل يعمل لك انتفاخات، خلي ضغط بطنك دايما منتظم، كبدك يشتغل بصوره عاقله، صيام ساعات طويله، اقطع اكل وشرب، اشرب دخان. اشرب ايه؟ اشرب دخان. اهي ايمان العاصي بتقول لك فيديوهاتك زمان ودلوقتي، صح؟ الجو لاين، الدقن نفسها رسمه دقني عرضها، والجو لاين ده رسمه جسمي يا باشا. هو كل ده لازم تترسم كده. هو البني ادم ليه رسمه رباني. اللي انت شايفه مسخ مش حقيقي. الناس دي مش حقيقيه، الناس دي مش حقيقيه. ده مش شكل خلق الانسان، ده مش شكل خلق انسان، ده مش خلق انسان، ده مش حقيقي. ابو لغد وابو دلدوله هنا وتصبغات هنا. اتفرج يا باشا على الناس بس، شوف التصبغ الاسود اللي بيبقى من الجناب ده هنا في الحته دي كده، تلاقي هنا الحته دي لونها مختلف كده، وهنا تلاقي لونها مختلف كده، تلاقي عنده شرطه سودا كده. تقول له ايه اللي في وشك ده؟ يقول لك هو انا مفيش حاجه في وشي، هو شايفها شادو. فوشه بيترسم له رسمه كده، وبيحصل هنا الديبوزيشن، ترسب في الشفه دي، فتلاقي شفته دي كبرت كده، تخنت الشفه دي، بقت تخينه كده، ودول شلضموا كده ونزلوا كده.
فبتلاقي ليه شكل كده، ها، ويدلدل كده، فيبدأ يتكلم، فيقول لك ايه؟ السكر يا اخوانا مرض احنا عارفين ان هو مرض قاسي، قاسي. والمرض القاسي احنا نبعد عن العادات السيئة، يعني السهر، نبعد عن التدخين، والقرب، ونقرب من ربنا. يعني احنا لازم نقرب من ربنا ونبعد بقى عن المشاكل والاستريس. وتلاقي عيني بقه يا حبيبي، يا حبيب لا اله الا الله، هو انت حقيقي؟ يعني انت حقيقي؟ وتلاقيه كرشه كبير كده كده، كبير كده، مش قادر ياخد نفسه. هو انت عارفه ان انا بس، هو لولا ان انا باخد جرعات كورتيزون عاليه لان انا عندي مرض مناعي، لكن انا ما اقدر اقول لك اكتر حاجه تشربيها لصحتك الشاي الاخضر، لانه مليان بالكيتوفينولات اللي هي المضادات الاكسده الحديثه، اللي احنا اخر دراسات قالت انها بتعمل حاجات كبيره قوي في المضادات الاكسده ومنع للسرطان. ده مين؟ الشاي الاخضر. الشاي الاخضر بتاعنا منع سرطان. يعني الشاي الاخضر ده، طب ما تاخد نوبل يالا انت بكره، طالما انت عرفت ان الشاي الاخضر بيمنع السرطان. ده نوبل السنه دي مدينها لواحد لسه بيفكر، يعني بيفكر، بيقول هو السرطان بينتشر ازاي. هو الواد لسه بياخد نوبل عشان بيقول لسه التي سيل، يعني الخلايا الليمفاويه اللي هي التي سيل هيلبر، احتمال يكون ليها دور في انتشار السرطان. طب استنى يا دكتور، جبت الكلام ده منين؟ قال لك احنا جبنا فار وشلنا منه التي سيل، التي هيلبر سيل، وادينا له ادويه تثبط التي هيلبر. ركز معايا. فلقينا السرطان انتشر في جسمه كله، ففهمنا ان التي سيل دي بتعمل سبريشن للسرطان. شوف الفهم الغلط. طب افرض يا باشا انا لما شلت التي سيل بقت خطه الجسم لانقاذ مناعته يعمل السرطانات دي في كل الانسجه، يبقى التي سيل كانت حل محل السرطانات. فاما انا شلتها من جسمي، الجسم حل بسرطان، حل بتكتلات خلويه. ليه ما فهمتهاش كده؟ ليه فهمتها ان التي سيل بتوقف السرطان؟ لا، ده الجسم عنده خطه انتاج التكتلات الخلويه، بس ما بينتجهاش لان خلايا مناعتك قايمه بواجبها. اما بتعطل خلايا مناعتك والخلايا بتاعت النسيج بتجوع، بيعمل تكتل خلوي وبينشره عبر الاورده والاوعيه الليمفاويه، يعني في معاقل الاجسام المضاده. وما تضربش، انت غبي، انت ماشي ورا كلامهم غبي، حتى تفسيرهم غبي. يعني شوف الفكره جات له منين؟ ان التي سيل ليها علاقه بالسرطان. بص الفكره، اما وقف التي سيل وشالها من الدم، السرطان واتكون في كل الجسم، في كل الانسجه. تفهم من كده يا حمار ان الجسم اما لقى تي هيلبر عطلت، اضطر يعمل تكتلات خلويه في كل الجسم. ده المفروض تتفهم كده. تتفهم كده، مش السكر عالي فهو سبب الزغلله وسبب حرقان البول وسبب عدم الانتصاب وسبب الكبد الدهني وسبب الاعصاب الطرفيه وسبب الصلع وسبب تكيسات المبايض. ايه آلية الاذى او آلية الضرر؟ لزق على النسيج. ايه ده؟ مين ده؟ السكر. هو لزق، فلم تراب ولم نمل، فالكلى باظت. ولزق على الشرايين فلزقها فقفلها، ولزق على حواجبك وهيلزق على التيشيرت وهيلزق على فانيلتك، وهتبقى ليله امك كلها تلزيق. بس خلاص، هو السكر بيلزق. طب هو عالي ليه؟ ما انا من اكلك يا باشا، انا ما باكلش سكر، الانسولين وطي، مش فاهمين احنا. بص هو كده، السكر بتاعنا الابيض ده هو اللي عمل ده. مش عاجبك؟ احنا كلنا بنقول كده اهو. اذا كان عاجب اللي خلفتك، احنا الطاقم الدكاتره. هو انت فاهم حاجه؟ احنا بنفهم جسمك اكتر منك. يعني على رايك الحمار بيفهم يا باشا؟ ده هو في حمار يا باشا، انت شفت في حمار حصل مسخ؟ يعني الحمار ده مش شبه ابوه. احنا دلوقتي بقينا اشكالنا مش شبه اهالينا. ليه؟ انت دلدلت بقى. يعني ابوك لحق الفساد في الاخر، انت خدت الفساد من اوله. جدك بقى هريدي الكبير ده ما لحقش حاجه، فده على ابوه، مات على نبوته.
فالجيل اللي وراه انا استلمت يا باشا، احنا بقالنا 100 سنه بنعالج بانسولين يا باشا، فانا استلمت يا باشا الناس بقالها كتير كفار بياكلوا حشائش، بياكل خيار، بياكل فراخ، عبد الفرخه وعبد الخياره، تخيل عبد الخياره. ويقول لك ازاي ما امنوش بالنبي اما جالهم وبيعبدوا اوثان؟ يا اخي ده انت بتعبد كبسوله انت. سبحان الاف دي ايه يعني؟ مش سبحان الله، سبحان الدراسات العليا. نسبح بحمد جمعيه السكر الدوليه. سبحان من فاهم؟ لتتبعون سنن من قبلكم، القذة بالقذة والذراع بالذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه وراءهم. قالوا من؟ اليهود والنصارى من قبلكم يا باشا، اللي كانوا راسمين حضارات قبليك. مين قبل الأميين؟ مين؟ اليهود والنصارى يا باشا. الروم واليهود متنطورين والمجوس. ادي الثلاثة يا باشا اللي فاردين حضارات. انت بقى طالع، فانت ماشي ورا سنانهم بالظبط. السكر هو السم الابيض ال 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 الايه الصامت. الجرثومه ده باشا تصدق؟ طب الجرثومه الحلزونيه دي، الجرثومه الحلزونيه دي كيفيه صناعه المرض. بيعبدوا البيضه يا باشا، يقول لك انت البيضه الدكتوره سمر جوده قالت انها ملهاش فضلات. طب وريحه امك دي ما بتقولش لامك حاجه؟ ولا انت ما فيش في دماغك مخ؟ هي قالت كده، قالت الجسم بيستفاد من كل البيض عشان البيض كله بروتين، وجسمي بيحب البروتين، فخد كل البروتين اللي في البيضه. طب وريحه البيض اللي فاضله حضرتك يعني جواك، يعني ريحه البيض وريحه التكريعه المقرفه دي والكيكي بتاعك اللي ريحته، يعني انت اعوذ بالله انت وابنك ومراتك ريحتكم البيت كله ريحته تقرف. فضلات ايه دي بقى؟ مش دي بتاعت البيض ولا بتاعت، يعني انت فضلاتك اصلا كده، يعني البيض دخل وامتص كله وانت اللي فضل عندك كده. والسكر الابيض ده دخل على دماغ امك بوظها ولزق عليها. السكر الابيض السكر اللي بيدوب في الميه، اللي بعد ما دوبه دلوقتي ما بشوفوش، اللي لو اربعت منه كيلو مش هيحصل لك حاجه، لكن بيضتين هيسدوا زور امك. مش فاهم انا. لكن الدكتوره سمر جوده قالت اكدت لي ان البيض ملوش فضلات. هو انت هتعادي العالم كله؟ ما هو خلي بالك ربنا اذن بهلاك القرى اللي بيتلموا على الكفر. يعني القريه لما تطلع راسك من الشباك تقول لهم الخضار، يقول لك خش جوه يا ابن الكلب، فتقوم داخل. انت يا باشا كده، انت ركز معايا، انت كده في بقت قريه، وهما بيسعوا ان يخلوا العالم قريه صغيره. ولو العالم بقى قريه صغيره فقد اذنت القيامه. وخلي بالك ربنا كان بياخد كل قريه يعني اجتمعت على الكفر، وكل ما يطلع واحد يقول لهم امنوا يقولوا له لا كخ، فربنا بيحق عليها القول. امرنا مترفيها ففسقوا فيها. طب لو العالم كله بقى قريه والعولمه والعالم قريه صغيره وبيكرروها، خلي بالك القران فيه مصطلحات الجدال والمجادله والنقاش الى يوم القيامه. فالقران لما يقول لك قريه ركز معايا في الكلمه الجايه، القريه هتبقى العالم. ولو العالم بقى قريه صغيره واجتمعت على نفس المقاييس الكفر حق عليها القول. افهم بقى البق ده وترجمه. يعني كل ما يطلع فيهم فكر يوقدوه وفكر مضاحد يموتوه فهم اقروا العصيان. ربنا مش عايز دي، ربنا عايز فكر مختلف وتقليب مستمر والانسان يرجع له. فهم بيوصلوا ان هم دلوقتي بيوحدوا العقول وبيوحدوا الفكر. فخلاص لو العالم لو الكوكب وصلوا بيه ان هو بقى قرية صغيرة زي هم بيوصفوه، فالقول الكبير هيحصل. ان وعد الله حق، ان وعد الله حق. وخلي بالك القرى حق عليها القول وكانوا ينصرون على الحنث العظيم.
فانا بقول لك الذكاء الاصطناعي معمول عشان يوحد فكرك، فما يفضل لك حد بيقومك قومه، ما تقفش خيبتها، ما تقفش خيبتها قبل ما تقلب قريه، قبل ما تقلب قريه. انا عن نفسي جند واحد، وفي دور بقى انت حاول تبقى انت جندي، انت وظيفتك كده. طبعا في حد ورا الكلام ده طبعا، امال ايه؟ الشيطان يا باشا اصلي للموضوع، اوعى تنسى الشيطان. ربنا كلم بني ادم يا بني ادم لما تعبدون الشيطان انه لكم عدو مبين. لا استنى، في سورة ياسين كان بيقول ايه؟ اللي هي ايه؟ يا بني ادم لما عبدتم الشيطان انه لكم عدو. لا، ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم توعدون. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. عباده الشيطان يا باشا هي دي عباده الشيطان. فبما اغويتني لازينن لهم في الارض. ازينن يعني ايه؟ احنا هنهزم المرض يا باشا. انت ما تعرفش تهزم النوم، ما تعرفش تهزم التثاؤب. يعني لو هات لي اعمل لي انسان ما بينامش، يعني انشئ لي منظومه ما تنيمنيش، ما فيش، ما تعرفش. اعمل لي دواء ما يخلينيش اتاوب، ما تعرفش. اديني تفسير التثاؤب ليه معدي، مع ان احنا ما بنعطس، انا بتاوب كل الاوضه تتاوب ليه؟ ما يعرفش يا باشا، هو ما عندوش اجابات. لكن من بعد الثوره الصناعيه وبعد الانسان عن الطبيعه وعن الزراعه وعن رؤيه خلق الله، رؤيه خلق الله، ما هو ربنا خلق لك حاجات تشوفها بقى. انت لو شفت بقره ولا تعرف الفرق بين البقره والجاموسه، ولا البقره والجاموسه والغنم، انت نسيت، ولا تعرف ايه بيتزرع فين، ولا ايه بيتحط لك يا باشا. انت في منظومات شغاله عليك، انت بقيت بعيد، انت بقيت بعيد. بعيد فين يا باشا انت؟ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون. يا باشا احنا دول بقى، احنا دول. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. يا باشا الصراط المستقيم إيه هو؟ إيه هو الصراط المستقيم؟ افهم يا باشا. وإيه مكبا على وجهه؟ ويعني إيه مربوطين بسلاسل في رقابيهم؟ ده في الدنيا يا باشا. الله. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكام الحاكمين. حاكمين إيه الحاكمين؟ وإيه يعني إيه يعني أعدل العادلين؟ لا يا باشا، أحكم الحكماء. حاكم. فما ينفعش يقول لك، بقول لك الحكام لا تجمع حاكمين. لا يا باشا، الحكماء. والدين حكمة، الدين حكمة، واللي يفهمها يبقى حكيم. وهي دي بقى من يؤتى ايه؟ اغويتني اقعدن لهم صراطك المستقيم، والصراط المستقيم. وربنا قال له هذا صراط علي مستقيم واهدنا الصراط المستقيم. ايه الصراط المستقيم يا باشا؟ ايه هو الصراط؟ اقعد بقى فكر انت فيها وانا بقول لك بعدين ايه الصراط المستقيم. هو ده يا بدران، ما تشغليش بالك بالناس اللي بتشتم دي. في ناس عامله اكونتات كامله تشتم، فانا مبسوط، ده حلو. انا بسهر ناس كتير، يعني انا بسهر ابليس واعوانه والكلاب اللي قاعدين على اليوتيوب باعوانهم، ومسهر اعداء كتير هنا، فانا يا باشا مسهر ناس كتيره، حاجه حلوه. ماشي؟ انا ما بتاجرش بحاجه اصلا، انا بتكلم في كل حاجه اللي تعجبني. فاهم ازاي؟ فاهم قصدي؟ فانا يا باشا لا، انا اتكلم براحتي، فاهم؟ فانا بسهر ناس، فانا مبسوط يا باشا. انا بسهر ناس معايا، ماشي؟ انا بسهر ناس معايا. كل اللي بيتكلم هنا كل يقول لا يا اخي لا تفتي، يا اخي لا. يا باشا انت ما بتعرفش حاجه، دغري كده، دغري ما بتعرفش حاجه خالص، انت صفر. فهمت حاجه؟ يعني انا ايه؟ انت صفر يا باشا. انت كلامك اصلا بالنسبه لي صفر، غير معدوم. انا بقول الكلام ده الناس تفهم.
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا باشا خلي بالك افهم، هو الرب لما يقول دي في الكتاب، اما يحط لك كتاب منشور بيقول لك انا الرب وده كلامي، افهموه بقى. وانت ما فهمتش منه حاجه الحمد لله، انت قارئ، ممكن تكون قارئ، ممكن تكون من دوله التلاوه كمان، بس انت ما بتفهمش حاجه. بتعرف المد 4 حركات ولا 6، بتعرف توقف الناس وتقول له اصل انت حجاز، لا اطلع نهاوند. طب تعرف تجيبها لي سيكا، فاهم؟ فيكلموا في مقامات يا باشا ونغم. انا يا باشا ما تقوليش في القصه دي، انا يا باشا انا عندي الكتاب ده ربنا بيقول لك في اوله اهدنا الصراط المستقيم. حلو الكلام، حلو يا باشا انا موافق. وبعد كده يقول لك ايه؟ ابليس هيقعد لك لاقعدن صراطك المستقيم. حلو حلو. وبعد شويه يقول لك ايه؟ ربنا يقول لك هذا صراط علي مستقيم. طب بلاش، ربنا بيقول لك في سوره والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين، صح؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. حلو الكلام. فما يكذبك بعد بالدين. وبعد كده اليس الله باحكم الحاكمين. ايه علاقه ايه اللي يكذبك بعد بالدين؟ ايه الدين ده؟ ايه الدين في الموضوع يعني ايه الدين؟ وهل هو الدين ده هو مالك يوم الدين هو نفس الدين؟ وهل هو الدين اللي ان الدين عند الله الاسلام هو نفس الدين؟ فما يكذبك بعد بالدين ازاي؟ هو الدين بيتكذب؟ يا باشا الدين ده مش تعاليم، هو بيتكذب؟ الدين بيتكذب يعني؟ مش ده تعاليم؟ الدين ده تعاليم؟ انت مش بتقول لنا كده؟ مش انت بتقول لنا كده الدين تعاليم ثابته؟ ازاي يتكذب الدين؟ ازاي؟ بس هي دي. اسال نفسك انت يعني هل مالك يوم الدين يعني ايه يوم الدين؟ هو يوم القيامه؟ طب عرفت منين؟ طب والدين عند الله الاسلام ايه؟ وما يكذبك بعد، ازاي الدين يكذب؟ وليه ربنا بعديها يقول لك احكم الحاكمين؟ ليه؟ مش اعجاز يا باشا، انا بكلمك احنا بتفهم، مفيش اعجاز، انا ما بقولش اعجاز، انا بقول لك انت افهم الكلام، افهم يعني ايه دين بس وخلاص. افهم يعني ايه دين، يعني ايه صراطك المستقيم. ما تقعدش تردد كلام وتقول لي قال والبحبحاني قال والشو، ما تقوليش الكلام ده. لا يا باشا الدين ليه معنى، كلمه دين ليها معنى، ما تقوليش الدين سلوك، لا الدين ليه معنى. الدين ليه معنى يا باشا، والصراط المستقيم ليها معنى، ما تقعدش تفتي، هي ليها معنى، ليها معنى وربنا بيوضحه مره واثنين وثلاثه وعشرة. فما تقوليش الصراط المستقيم هو، لا هو فرق الصراط المستقيم وبعد كده قال لك صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب. في بقى غير اتنين، واحد اتغضب عليه وواحد ضل عن الصراط، وواحد اتغضب عليه يبقى عرف الصراط وما مشيش عليه، يبقى الصراط ايه؟ هو ده. طب الدين، هو الدين ايه؟ اللي يوم الدين والدين مله ومره يقول لك افهم يا باشا بقى، مترابطه، بس انت بقى عايز تقف كده وخلاص. صح، ليه قربت الحقيقه، برافو، هو الحقيقه دي اقرب كلمه تتقال، الحقيقه. والحقيقه ايه هي بقى؟ الحقيقه ان الدنيا مسرحيه متكامله الاركان باخراج وليها نهايه. ان وعد الله حق، عشان كده لما تقول الدين يتضمن السيناريو لحد يوم القيامه، السيناريو كامل. فانت لازم تكون عارف ان السيناريو ده البرومو يعني هيتحقق. البرومو يعني ايه؟ يعني هيتحقق. البرومو يعني دلوقتي في عرض، مخرج العرض بيقول لك السيناريو اهو، السيناريو اهو هيحصل اهو، السيناريو اهو. الدنيا بتاعتكم دي هتخلص، والسماء هتنفطر، والشمس هتكور، والبحر هيسجر، والجبال هتنسف، وهتشوفوا اعمالكم كسراب بقيعه، وهتشوفوا الملائكه على ارجاء الارض، وهتقوموا للنشور من بعد برزخ ومن بعد موت. هو شرح لك السيناريو كله، فالدين هو تصديقك للسيناريو ده. يعني الدين هو تصديق الحدوته دي بتتحكي وانت مش شايف حاجه اصلا. يعني انت واحد، انا بقول لك اخر الدنيا ليها اخر، والدنيا دي زينه ولعب ولهو
وهنموت وهنشوف اعمالنا، وهتتحسر على ما فرطت في جنب الله وفي وقتك الذي امهلك فيه في الدنيا. وبترجع تتذكر العهد اللي انت كنت بعهده عليه، وبتيجي بعد شويه تقوم للنشور وتتوه مع ناس تايهه سنين بقى، 50,000 سنه تايه انت بتجري. ما انت خلي بالك انت مستعجل في الدنيا. لا، الدين مش الحساب، هو الدين على بعضه اهو. الدين حكمه، الدين فلسفه، الدين فلسفه كامله. فاتحكيت لك وانت قدامك يا تصدقها باجاباتها يا ترفضها، ودور على غيرها بقى. دور على ماركسيه، دور على علمانيه، دور على ملحدين، دور على لا ادريه، دور على داروينيه. انت دور يا باشا اللي انت تدور عليه. انت في فلسفات كتيره للحياه، في فلسفات كتيرة للحياة، لما بعد الموت. أصل إحنا كنا بنحلم ونصحى والناس نيام وإذا ماتوا فاقوا. يا باشا مفيش الكلام ده، مفيش نيام ومفيش، أنت يا باشا صاحي عادي. بس أنت أطوار، طور قبل الأرض، وطور في الأرض، وطور بعد الأرض، لحد طور النشور. هو بقى حكى السيناريو كله لحد ما بقى فيه فريقين، وربنا بيقف بيقول يعني بعد الشيطان ما ابليس قاله فبما اغويتني لولا اخرتني لاجل قريب لا لا لا. فربنا قال له انك من المنظرين. ماشي، وانا هحط الاختبار اللي هحطك بيه واتباعك في النار. فالسيناريو معروف من البدايه للنهايه، ومعروف الفريقين اللي في الاخر، ومعروف ان كل فريق ليه اشكال. في مؤمنين متقين مجاهدين مسلمين، في نصارى، في صابئه، في من اول ادم لحد يوم القيامه. في اسامي كتير. الاسامي دي كلها بقى ربنا حاططها في صف حلو. وفي اسامي تانية بقى منافقين بقى، وخائنين لكلمة الله، وخائنين لكتاب الله ورسل الله، وفي أباطرة، وفي فراعنة، وفي ناس ظلموا، وفي قوم عاد وثمود، وفي اشكالهم بعد كده متكررة. في يا باشا في صنفين اهو، صنفين اهم، والحدوته اهي، والسيناريو اهو. مصدقه؟ اه يا باشا اشتريت، يعني اشتريت الدين ده، اشتريت الدين ده، الدين ده عاجبك؟ فتقول له اه. يعني الرب اللي عمل كده انت مصدقه؟ اه. بس الرب انت مش هتشوفه، مش هتشوف معجزات، مش هشوف، بس مصدق. اه. ليه؟ عشان في اسئله عندي مش متجاوبه غير كده. في اسئله عندي مش متجاوبه غير كده. حضرتك ايه الاسئله اللي عند حضرتك مش متجاوبه غير كده؟ انا اتخلقت ليه؟ انا ازاي ربنا يخلقني مفروض القامه وحياتي بائسه اكتر من القرد؟ ده سؤال. هو القرد زيه اهو، والقرد عايش وبيتجوز وبياكل ويشرب وبيغير بيته وبيهاجر وبيروح وبيجي وما بيدورش غير على ايه؟ الاسد ما ياكلنيش. لكن انا لا، ده انا خايف على مستقبلي، وخايف على عيالي، وخايف لما اخلفش، وخايف لو خلفت مش عارف يحصل لي الواد ايه، وامن له مستقبله، واعمل له وثيقه استثمار، واسميه مهند، والواد مش هو ده؟ مش هي دي العيشه اللي انت بتدور عليها؟ هو بقى في وسط ده كله قال لك لا، ده سراب، ده انت عايش ولا حاجه. فازهد في الدنيا، اكرهها عشان مش حقيقيه. وجودك فيها هتحاسب فيها بالسنتي. عمرك فنيته في ايه، وعلمك عملت فيه ايه، ومالك جبته منين، واصرفته فين، وجسمك فيما ابليته. ده قبل ما تتحرك، قبل ما لن تزول عبدا يوم القيامه قبل ان يسال عن دول. امال هتسال على ايه تاني يا باشا؟ في امانه في جيبك لسه هتتسال عليها. لسه بقى حضرتك لسه في انت يا باشا في قصه لسه. فانت حضرتك لو عشت كده يقوم المؤمن بقى، ما هو اللي خد اسلام عجبه الفلسفه فده شغل عقل، لكن الايمان ده ما نامش، لانه فهم ان وقته هنا هيتعدى عليه. فتلاقيه عايز يسبح ويستغفر ومش عايز ينام، خايف ينام، لان بعد شويه هينتظر في البرزخ آلاف السنين وبيتفرج يقول ايه؟ يا ريتني كنت في الدنيا عملت كذا. ما هو عمال يتحسر اهو ويبص وراه، حاجه مش مفهومه. برزخ يا باشا، هو مش فاهم هو فين، وعالم الذره قدامه. فبدا يفتكر العهد اللي هو عهده، وشايف اعماله تحت، ويبص يلاقي طابور طويل شبهه، وناس تايهه انت بتعمل ايه، وناس بتبص في الارض كده ويبصوا كده ويبصوا كده. هو تايه يا باشا، وبيتنفس بس، بيتنفس بس. انت متخيل يعني وانت راكع كده بص في الارض وتخيل اعمالك. عندك انت 40 50 مثلا، بص على اعمالك كده وارفع راسك تاني، هتقول الحمد لله انا لسه عايش، اقدر اعوض اللي فات. فاهم يعني؟ انت فاهم اللقطه؟
يعني انت فاهم اللقطه؟ يعني بتيجي ترفع راسك تقول الحمد لله ان انا لسه عايش وقادر اتحكم في اعمالي اللي انا عملتها. انت فاهم حاجه ولا لسه؟ لسه. تسجد بقى وتستغفر يا باشا، ما انت شفت اعمالك ورفعت. انت لسه عايش يا باشا، انت لسه عايش، انت لسه عايش. فعندك فرصه تتوب على اللي فات. فصلاه المودع صلاه مودع. الايمان والاسلام حدوته مختلفه. عشان كده ربنا قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يعني يا باشا انا ممكن امن ابقى خايف من القيامه بس ما بقاش مسلم. ازاي؟ ما اعملش مقتضيات الاسلام بقى. ما هو الاسلام دين فكره، مقتضياتها ايه؟ اقوم اصلي. فما اقول الله اكبر انا داخل على ربنا بمجلسه، انا داخل على ربنا بمجلسه وانا في الارض اللي هي كلها كفر وكلها زينه وكلها ليها نهايه. انا رايح اصلي، رايح فين بقى؟ رايح اصلي لربي اللي انا امنت ان خلق ده كله اختبار. فين؟ في عز ما انت بتتاجر، في عز ما انت شايف ان وجودك ليه مهمه في الحياه. عشان كده النبي قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. يا باشا انت لو قمت انفردت بنفسك والله اكبر ركعتين الفجر كده، فانت بتقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي. يا باشا انت بتسلم على النبي، انت بتسلم على النبي، انت بتسلم على النبي دلوقتي. انت تصدق ده؟ يا باشا بسلم على النبي دلوقتي وبحيي الرب دلوقتي. انا بحييه دلوقتي وانا في الارض دي ومصدق ان تحتيه النار، فمن زحزح عن النار فالنار تحتيه. انا على فوهة النار دلوقتي والدنيا دي كلها زايله مش حقيقيه. واول ما اموت هعرف وهشوف وهلف العالم وهطير، بس مش هعمل حاجه، مش هعمل حاجه. محدش يقول لي مصطلحات الفلاسفه الشيوخ الايمان تصديق بالقلب والاسلام بالجوارح. لا، الاسلام تقبل عقلي في البدايه. يعني انت ماركسي يعني تؤمن بواحد اتنين تلاته اربعه. طب مقتضياتك ايه للمجتمع الماركسي؟ تعمل واحد اتنين تلاته اربعه. طب مقتضياتك ايه لماركس؟ نقدسه واحد اتنين تلاته اربعه. هو ده. يبقى الدين وراه مقتضيات وراه واجبات. الدين فلسفه، حكمه الاله حطها في عقل ابراهيم وعقل محمد وعقل كل الانبياء اللي في النص. خلاص اتحطت الفلسفه كامله ان الدين عند الله الاسلام. عشان كده ابراهيم كان اول ايه؟ اول مسلم معاه الفلسفه كامله. عشان كده قتل ابنه. فاهم يعني ايه؟ يعني اما راح يقتل ابنه ده متاكد ان تمثيليه. انا هقتل اسماعيل واسماعيل في الجنه وانا وراه في الجنه. انا قطعت الاله يا باشا، الاله اللي انت مش شايفه ما شفتوش، بس كل اللي جربته معاه صدقته فما شفتوش. عشان كده في الاخر بقى قال له رب ارني كيف تحيي الموتى. ده بعد ما خلص بقى، بعد ما وصل بقى اسمه ايه صلى الله عليه وسلم الامام. قال له ايه؟ قال له اني جاعلك للناس اماما. امام الناس ابراهيم، امام الناس ابراهيم يا باشا، امام الناس. اول مسلم مؤمن بالفلسفه كامله، تمثيليه، والاله هو اللي خالق، والنهايه يوم القيامه ان وعدك الحق. وربنا فرجه مره قال له عايز تشوف اللي سمعت عنه ايام هود وصالح؟ هوريك. قريه لوط ههلكها ايه الصبح، اليس الصبح بقريب؟ فقال له قال له اهو. قال له طب وهود؟ قال له هنجيه الا امراته كانت من الغابرين. باشا سيناريو وتنفذ. فابراهيم صدق زياده، فاقتل ابنك قتله. خلاص يا باشا مش مشكله بقى، خلاص يا باشا انا مصدق بقى. في ايه؟ انا جربت امام. فهيجي بقى محمد يقول لك ايه؟ محمد بعث في الاميين الذين لم يتلقوا الكتاب. لا، بني اسرائيل تلقوا كتاب بقى، وكتاب واتنين وزبور، يعني توراة وانجيل وفي النص زبور. هو لكن الاسماعيليين اميين، ابراهيم وكفروا وخلاص، فدول ما تلقوش كتب. محمد جالهم يصحي فلسفة ابراهيم، لان لو جه يصحيها في اهل الكتاب لا، اهل الكتاب كانوا جادلوه. هو جه عمل في الاميين، عرض ليهم الفلسفه. اللي صدق واللي قال له انت كذاب. اللي صدق واللي قال له انت كذاب. خلاص كذبوه. قال لك ايه يا عم؟ تمثيليه ايه ومسرحيه ايه؟ واحنا الاسياد والعبيد عبيد، واللي مات في التراب. يعني ايه؟
يعني ايه اللي مات في التراب؟ يعني اللي مات زي القرد كله هيبقى تراب، ما حدش هيتحاسب تاني. فدول اختاروا ايه؟ فلسفه السهل. انا طيني زي البقره. فعشان كده ربنا قال لهم لا انتم مش زي الانعام. الانعام مختلفين، الانعام مسيرين ماشيين، هيتذبحوا هيتقتلوا هيموتوا جعانين، بس هيبقوا تراب. دول انت لا، انت مميز، انت صاحب مزاج وصاحب عقل وصاحب فراغ وصاحب حيله وصاحب خطه، بس ضعيف الجسد. يعني انت اقل من القرد في التنطيط، واقل من الفهد في السرعه، واقصر مش عارف من الزرافه. فانت لا بتطول ولا بتطير ولا بتعمل حاجه، بس عندك مخ ابن لذينه. فتقف بقى تفكر، هو انا عندي المخ ده ليه؟ هو انا زي القرد ده؟ طب القرد بياكل وينام وبايت في الهنا، خايف من الاسد بس، لكن انا خايف من حاجات كتير. انا خايف من الزمن، وخايف من الموت، وخايف من المرض. خايف من المرض يا باشا، المرض سنه كونيه. محدش يقول لك احنا هنقضي على المرض. انت اعتبرت الموت انتصار المرض، غلط. الموت حقيقه الكون. خليك مسلم، حقيقتك كده. انت انك ميت وانهم لميتون يا باشا، دي حقيقه، ده مش انتصار حاجه لحاجه. انت ميت، انت تستنى الموت زي ما انت مستني الصبح، زي ما مستني النهار يطلع تستنى الموت. فموت وانت مطمن، صلي صلاة مودع. هو ده كده، ده الإسلام فلسفة. مقتضياته بقى لو أنت مصدقني تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليه محمد؟ لأن محمد هو مجدد هذه الفلسفة ومقدمها لنا النهاردة. ولا إله إلا الله لأن هي دي بدايتها، هو واحد. ها طب وإقامة الصلاة يا باشا، الصلاة أول تكذيب للدنيا. أما أسيب اللي في إيدي وأروح أصلي الله أكبر، يبقى أنا يا باشا دخلت في حضرة الإله، وبقول له التحيات لله، وبسلم على النبي وأنا قاعد في الدنيا. هو النبي موجود؟ لا. وربنا يا باشا هم موجودين بقى، أنت مصدق إن هم موجودين؟ فدي الصلاة أدي واحد. طب الفلوس، زكاة يا باشا. حضرتك وربنا ليه فلوس، يعني حق في فلوسك. فأنت بتقول أنا مصدق، فأنا لما بديك فلوس يا رب النهارده بديها لك وعارف إنها مردودة لي، لأن ده حقك. ها بتصوم، قفلت بقك عن أكل وشرب وملذات وجنس وبتاع، عشان جزء من تلبية ليك. أعمل 10 أيام اعتكاف برضه زهد ليك، جزء بعمل زهد. أنا بعمل زهد. عشان ايه؟ انت واثق ان لو مت دلوقتي الدنيا ملهاش لازمه، انا هطلع فوق هيقول لي انت ضيعت الوقت ده كله في ايه؟ اقول له كنت نايم، كنت بتجوز، كنت بخلف، كنت بتفرج على مسرحيه، كنت بتدلع، كنت بقيس ضغط، كنت بقيس سكر، كنت باكل خيار، كنت بحاول اخش الحمام. ادي حياه حضرتك. اقف بقى هناك يا باشا خلاص. فالصلاه والزكاه والصيام وحج البيت، ودول يا باشا كلهم مقتضيات تصديق لهذه الفلسفه. هو بيقول لك اشتراكك معانا بده. طب يا باشا لو انا بقى مؤمن، لا يا باشا المؤمن حاجه تانية. المؤمن بيجري على الصلاه اصلا. المؤمن بيحط فوق الزكاه صدقه. المؤمن بيصلي نوافل وبيدفع صدقات وبيقوم من النوم يصلي قليلا من الليل ما يهجعون، لان يا باشا مصدق. فده بيقوم بيعيط خايف، صدق قوي فشايف النار، صدق قوي فسلم على النبي، صدق قوي فشايف عرش الرحمن، صدق قوي فكره الفلوس وتساوى عنده الفلوس والتراب، صدق قوي فما عملش حساب لبكره، صدق قوي فما استناش، صدق قوي فما فرقش معاه الواد سقط ولا نجح، صدق قوي فما فرقش معاه. صدق يا باشا، صدق. هو صدق. فدول يا باشا خلاص، دول الاولانيين خالص بقى، السابقون السابقون، لحد واحد على الاخر خالص ده بيحب الدنيا بس. فالاخره بالنسبه له والصلاه بالنسبه له يا باشا هخطفها. مش هخطفها يا باشا، داخل اصلي عند ربنا. ده مجلس الاله والرسول والمؤمنون، فانا داخل عليهم بقول له التحيات لله. ده انا بسلم عليه بعد ما اديت فروض الولاء، الثناء والحمد والشكر، وركوعي ووقوعي ساجدا فقعوا له. بتقع مره وترفع وترجع تقول له لا ما وقعتش كويس، صلت وتقف يا باشا. في الاخر بتقول له ايه؟ التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات لله، انا يا باشا بكلم ربنا بقول له التحيات لله، التحيات لله. وبعدين بقول السلام عليك ايها النبي. انا بكلمه دلوقتي وارجع اتكلم بقول والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
تخلص وتقول له ايه؟ اللهم انت السلام ومنك السلام. السلام مش هينزل عليك ولا السكينه ولا هتوصل للراحه غير لو صدقت ان انت كنت دلوقتي مع ربنا. فبتقول له، عشان كده النبي كان بيقول ارحنا بها ليه؟ لان اللقطه دي مش في الدنيا، لقطه اخره. فانا لما بخش فيها قوي بنسى العيال بالست بالبيت بالديون بالبتاع، بخش له بقول له انا اخيرا وصلت لك، الدنيا ارهقتني، انا صابر عشان مستني اقابلك واديني بقابلك دلوقتي بارادتي، وبحاول اكون فعلا عبد. تخيل نفسك قدام رئيس الاركان وانت جندي، هتقف تعمل له ازاي؟ هتعمل له كده وهترفع السلاح بتاعك كده وتوري له كده. ليه؟ انت بتثبت له يا باشا ان انت عسكري جامد يعني. اذكروا الله كذكركم ابائكم او اشد ذكرى. يا باشا زي ما طول ما انت تقول انا ابن فلان الفلاني، انا من عيله فلان الفلاني، انا حويطي، انا عوضي، انا درزي، انا زفتي. يا باشا ذكرك اذكروا الله. زي ما بتفكر ترفع راس ابوك ارفع لواء الله، اقف قدامه وحاسسه ان انت جندي جاهز للفداء بروحك عشانه، وعبد صالح تعرف تخشع قدامه، وحاضر مجلسه مجلس نبيه وموقره. فانت ليك استعداد قبل ما تخش. خذوا زينتكم، الزينه الوحيده اللي امر بيها ليك تاخدها عند المسجد وانت رايح تجي لي بقى. البس لي وتحط الريحه العطر، انت يا باشا جاي تقعد معايا شويه. فالرب بعد ما يقعد ويشوف يا باشا هيحكم عليك بقى. مش هو كده؟ مش انت دلوقتي لو واحد جالك يزورك وقعد يقول لك انت اذا كان انا عبد عادي، وما بيجي لي حد يقول لي انا حافظ كل كلامك ببقى طاير بيه من الفرح. ها عبد، انا عبد زيه، امرض واسقم واحتاج انا، ومع ذلك انا ببقى فرحان بيه. بقول للواد ده حبيبي، ده الواد. اما تروح له بقى تقول له ده انا عملت عشانك وعملت ومنعت نفسي من كذا عشانك، وخفت من مقامك فمنعت نفسي، فاتكسفت تشوفني وانا بعمل كذا فمنعت. فانا وانا واقف اصلي اترعشت. سيدنا علي بن ابي طالب كان يرجف ويرتجف ويتساقط منه العرق ويتصبب. انت مالك؟ يقول له هصلي. انت عارف انا هقف بين ايدين مين؟ هو بيقول له انت عارف انا هقف بين ايدين مين؟ يا باشا هو فاهم انه رايح يقف بجد، فده صدق بجد. فلما يطلع بقى يا باشا حدوته مختلفه، لكن انت بتصلي وخلاص. ما هو ده ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم دول يا باشا بيصلي مش فاهم هو بيصلي مع مين، هو بيصلي لمين. هو بيرائي كده يا باشا، ما هو مش فاهم هو بيصلي لمين، هو بيصلي لمين. عشان كده اولها مش دول مش بيأخروا صلاه، ده دول بالعكس، ده مواظب على الصلاه، بس هو ما يعرفش هو بيصلي لمين. عشان كده اول السوره ايه؟ ارايت الذي يكذب بالدين، ماله؟ يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وبيصلي ليه؟ لان هو بيراعي يا باشا. يا باشا ده بيصلي وفي اول صف وبدلته معروفه وقاعد جنبه الناس، ويلا يا مولانا تقدمنا. هو ده يا باشا، ده المصلي يا باشا، ده المصلي اللي ساهي مش عارف بيصلي لمين. فقد سجد لمن سجد له، مش لله. السجده دي مش لله، والزبيبه دي مش بتاعت ربنا. هو انت ما بتصليش لله، انت بتصلي مع الناس دي عشانهم، عشان تترقى، عشان يقول عليك شيخ، عشان يقول عليك محترم. وقد قيل عابد زاهد مش عارف ايه. قيل عليه. عمر اما وقف قال لهم احد منكم يعرف فلانا؟ فواقف واحد قالوا تعرفه؟ قال له اعرفه. قال له تعرف ايه؟ اتاجرت معه؟ قال لا. اصاهرته؟ قال لا. اتخذته صحبا في رحل؟ قال لا. قال وبما تحكم علي؟ يا باشا انت جربته في معامله؟ المسلم هتعرفه في معامله، بيأدي الدين في ميعاده، بيحفظ الامانه. طب في سهرته في الخلاف لقيته راجل سهل، هو الكلام خدته صاحب يعني، لقيته صاحب جدع ولا حاجه من دول. قال لهم انت هتشهد عليه بايه؟ ان هو رايح يصلي وجاي من الصلاه؟ هو ده؟ لا يا باشا، ما يتحكمش على راجل كده. الراجل ما يتحكمش عليه كده. ربنا قال لك في ناس هتعجبك اجسامهم في الحياه الدنيا وكلامهم يعجبك كمان، وتشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. اللي مش فاهم ان اخرته كده فهو ألد الخصام، وشكله عاجبك من بره طول بعرض بصوت حنجره.
ويقف يقول لك وانتم مش، بس ده منافق يحسبون كل صيحة عليه. يا باشا ده منافق يا باشا، بيتهز اول ما تسمع بره تلاقي الناس بتهز. خشوا بالمسنده. انا طولت، الفجر هيأذن، عايزين نقوم نصلي. تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القميص والقطيفه. العبد اللي ماشي مع الموضه، العبد اللي بيحب الدنيا، العبد اللي يقول لك انا الجنيه غلب الكارنيه، الجنيه حياتي يا باشا. مفيش جنيه حياه حد، انا ميت وماشي بكره، واللي هسيبهم مش هيشكروني، هيقسموا، وانا من حقي تلت فلوسي اطلعها لله، ومن حقي وانا عايش اطلع لله. انا مش قاعد موجود اورث، انا اللي هورثه حاجه واحده، عباده الاله وفلسفه الدين، نقطه. عرفت اسيب حاجه تعينهم على المعيشه لحد ما يقفوا، بس غير كده لا يا باشا، ولا ده ولا دي ولا بتاع اللي معايا. ها، ربنا بيقول في سوره الطلاق، بيقول ايه؟ فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ده في الدنيا، ربنا ما أمرش حد ينفق فوق طاقته. اللي مطلق ولا متجوز ينفق من طاقته، ولا يسعى ولا يكلأ لفوق طاقته، لتلبية مدارس، تلبية هدوم معينة، عيشة معينة، لا مش مطلوب منه. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، دي في الاخره، دي حدوته تانيه. خلاص، ادعوا لنا واشوفكم على خير، ولا تنسونا من صالح الدعاء، واستودعكم الله. تصبحوا على خير.